خلينا نفرق ما بين نوعين من الانترفيوهات. لو الانترفيو خاص بالاتش ار، المتوسط مقابله الانترفيو من تلت لنص ساعه، فما تحسش ان لو انا قعدت تلت ساعه او قعدت ممكن اقل ربع ساعه او نص ساعه ان انا كده اتقلبت او حاسس ان في حاجه. بالعكس، مقابله الاتش ار ده الوقت الطبيعي بتاعها، لان انا في الاول وفي الاخر مش بقيم امكانياتك التقنيه، انما بقيم شخصيتك والفاليوز اللي انت بتؤمن بيها، وهل انت متماشي مع الكوربريت فاليوز ولا لا. نوع الانترفيو الثاني الا هو التكنيكال انترفيو او الانترفيو التقني. ده تقريبا بيبقى مع المدير المباشر او مدير خاص بالاداره اللي انا هشتغل فيها. ده عادي اللي احنا نقعد نص ساعه، نقعد ساعه، نقعد ساعه ونص، وبعرف بعض المديرين بيقعدوا لحد ساعتين. فلو انت قابلك مدير قعدت معاه الطبيعي ساعه او ساعتين، اعرف ان انت ماشي كويس، دي مش معناها ان هو بيضغط عليك او حاجه وحشه. فدول النوعين الاشهر في الانترفيو. ممكن يليهم بقى ثالث نوع اللي هو الفاينل، ممكن بيبقى مع الاونر او بيبقى مع بورد. ده ميكس ما بين الاثنين، ممكن يقعد 10 دقائق وممكن يقعد من نص ساعه لساعه الا ربع. هيجي في بالك سؤال، انا عايز اخد فيدباك او عايز اعرف ايه نكست ستيب. ادي لنفسك من اسبوع اب اسبوعين، بعد كده تبدا تسال. بالنسبه للفيدباك، مش شرط الانترفيور يقيمك شخصيا. يعني بعض الناس بيسال على فيدباك بس بطريقه خطا. قول لي نقاط قوتي وضعفي، قول لي انا محتاج اشتغل على ايه. هو هنا مش كارير كوتش، هو بيقيم مهارات وامكانيات طبقا لمحددات الوظيفه اللي انت بتقدم عليها، انما هو يقدر يديك فيدباك النكست ستيب. حضرتك مكمل معانا، مش مكمل معانا، وهكذا، لانه اصلا بيقابل مئات الاشخاص. فلو انت حطيت نفسك مكانه، وكل شخص من المئات اللي بيقابلهم عايز تقييم شخص ليه، هو نفسه مش هيقوم بوظيفته الرئيسيه ان هو يوفر وظيفه او ان هو يقفل الوظيفه اللي شغال عليها.